كنت بتفرج على بودكاست لمحمد جودت، وكان مستضيف جابر ماتيه، وكان بيسأله انت ليه بتتكلم في القضية الفلسطينية، لأن مش انت اللي هتحلها. قال له ان المسيح مغيرش العالم، بس المسيح أدى رسالته. عادة عشان انتوا عارفين احنا صراحة مع بعض جدا، لما بنشتري منتجات معمولة بالإيد ومنتجات تكون للاجئين، بيبقى جوانا الدافع الإنساني، وبيبقى جوانا حتة إن إحنا عايزين نساعد الناس دي أيا كانت جودة المنتجات. لكن اللي بهرني دول منتجات صناعة يدوية من لاجئين بجودة أنا الحقيقة ما شفتش زيها قبل كده. كل القطع اللي عنا يكون لها معنى مفيدة للبيئة، مثلا ريسايكلد بلاستيك، عنا نظارات شمس خطيرة، هيدولي إلهم معنى. هيدولي ملت مصنوع بالإيد، كل شغل سيدات، ريسايكلد بلاستيك، الفريم ريسايكلد بلاستيك، العدسة يلي هي top of the range lenses، واللي أهم من هيك السليف البيت يلي بيجي مع النظارة مصنوع عند الفنانات تبعون سب يلي هن بمخيم جرش. وإعادة التكرار مصنوع من بواقي الكوفية، من بواقي قماش الكوفية، ومن برا أورجانيك كوتن، العلبة كلها ريسايكلد ماتيريال. يعني غير عن أنه المشروع حتى نساعد السيدات من الأردن، هو كمان عم بيساعد اللاجئين، وكمان عم نفيد البيئة، عم نكرر البلاستيك.